فيديو النهارده هنعمل كيكه البرتقال. معايا 4 بيضات ومعايا كوبايتين سكر، كوبايه زيت، كوبايه وربع زيت. معايا كوبايتين عصير برتقال و4 كوبايات دقيق، ومعايا باكو كيك شيف نحطه على الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المقادير دي مقادير صينيتين. هنقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس. هنعمل كيكه البرتقال في شفشق الخلاط. انا ضربه فيه مكان البرتقال. هحط 4 بيضات. بسم الله. هنحط كوبايتين السكر. بسم الله. الثانية هحط كوباية الزيت. بسم الله. هحط حوالي ربع كوباية زيت تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط معلقتين خل. بسم الله. واحط كوبايتين عصير البرتقال. ادي اول كوبايه. ونحط الكوبايه الثانيه وهنضرب المكونات في الخلاط ونرجع لكم نحط عليها الدقيق. وده شكل المكونات بعد ما ضربناها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما ضربنا المكونات السائلة في الخلاط هننزل الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كله مرة واحدة. بسم الله. وهنخلطه، نخلط كويس وفي اتجاه واحد عشان ما نهبطش الكيكة وما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه. وده قوامها بعد ما ضربناها. هنجيب الصواني اللي هنحط فيها. الصواني انا دهناها زيت ومبطناها بدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الصينيه التانية. ده شكل الصواني الكيكه بعد ما صبيناها في الصواني. الفرن هنولعها على 180. هتقعد من نص ساعه لساعه الا ربع. هنشوفها بعد ما تطلع من الفرن. وده شكل صينيه الكيكه بعد ما طلعناها من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع منها حته ونشوفها. نجيب طبق. وده كده شكل صينيه الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده شكل صينيه الكيكه بعد ما طلعناها من الفرن. خفيفه وهشه معانا جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. وديت في صينيه الانجليش كيك. وده كان فيديو النهارده.